وسعدتم ظاهرة عندما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائل التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. الإيطاليون في بريطانيا يتباحثون حول الأوضاع الراهنة في البلاد. جولة سياحية للمشاركين في سباق كأس أفريقيا. جمع حصاد أسر الشهداء في مديرية تسني. مقتل 22 شرطيا على الأقل في كمين طالبان. ترامب يرفض نتائج تقرير حكومي أمريكي حول تغير المناخ. وزلزال يصلب أكثر من 700 شخص في إيران. أهلا بكم إلى التفاصيل. تباحث الإيطاليون ببريطانيا في الاجتماع الذي عقد في 24 من نوفمبر الحالي حول الأوضاع الراهنة في البلاد وتطورات اتفاق السلام والصداقة في المنطقة، إضافة إلى مسؤولية المواطنين في المرحلة الآنية. وفي تصريح الذي أدلى به سفير إريتريا في بريطانيا وشمال إيرلندا السيد ستيفانوس هابتماريم، أكد أن السبب الرئيسي لانتصار الشعب الإريتري في المواجهة التي خاضها ضد المستعمر وداعميه وبعد الاستغلال نضاله وتصديه من أجل حماية واحترام السيادة بإفشال العدائيات والمؤامرات والحظر الجائر غير القانوني المفروض على إريتريا كان صموده الذي لا يهتز ووحدته القوية. وقال السفير ستيفانوس أن العهد الجديد هو نتاج كافة التضحيات، وأشار إلى أن تفعيل البرامج التنموية التي تخلفت نتيجة الحملات القزو والعدايات المكثفة والدفع بعجلتها من أهم المهام التي تنتظرنا، موضحا في الوقت ذاته بأن قيم الشعب الذي لمع في النضال التحرري وصنع المعجزات ينبغي أن يكون في الوقت الراهن أيضا السلاح الرئيسي للشعب الإريتري. وقدمت كلمات تهنئة في المناسبة من قبل كل من رئيس اللجنة الوطنية في بريطانيا السيد أحمد محمد محمود ممثلا لكافة الجاليات والمنظمات، والسفير البريطاني بيتر فورد ممثلا لكافة المحبين والداعمين لجانب إريتريا. من جهتهم أكد المشاركون جاهزيتهم لتعزيز إسهاماتهم في الحملات الجارية لإعمار البلاد. في الختام وزع السفير ستيفانوس شهادات التصدي التقديرية للتنمية والسلام على جميع المنظمات والجمعيات التي لبت النداء الوطني. أكد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسب السيد رزانا أدوناي في السيمينارات التي عقدها في مدينتي كرن وحقات بأن العهد الراهن يحملنا مسؤولية كبيرة لتوجيه كافة القدرات الكامنة والموارد على التنمية الوطنية بتقوية وحدتنا. وقال السيد رزانا أن نتاج الصمود القوي والتصدي القوي ظل يبدو واضحا من حين لآخر، داعيا الشباب للتسلح بالمعرفة المهنية والأكاديمية حتى المراحل العليا بتعزيز وعيهم على الآباء والمجتمع بذل جهود حثيثة لتشجيعهم. وأشار السيد رزانا أدوناي لكافة العدايات والمخططات التي خيضت ضد إريتريا خلال 20 عاما بمختلف الأوجه، وقد باءت كلها بالفشل بفضل قيم الشعب الإريتري الأبي، مذكرا بالعمل الدؤوب لتوريث القيم السمحة للأجيال القادمة والحفاظ على هذه القيم. وناشد المشاركون في التوصيات التي قدموها لإجراء السيمينارات والبرامج التوعوية حول القضايا الوطنية والإقليمية. نظمت وزارة السياحة جولة سياحية للمشاركين من الوفود في كأس أفريقيا للدراجات الهوائية الذي نظم في الفترة من 21 وحتى 25 من نوفمبر الحالي، ومسؤولي اتحاد سباق الدراجات والدراجين والمدربين ومسؤولي المنتخبات. وتفقد المشاركون القادمين من دول أثيوبيا ومصر ورواندا وجنوب أفريقيا وبنين وسيشلس ونيجيريا في 23 من نوفمبر المباني التاريخية للعاصمة أسمرة والمواقع الجغرافية الجذابة في منطقة دفو وضواحيها. وعبر كل من رئيس مفوضية سباق الدراجات الهوائية الأفريقية السيد أحمد بشير ومدربة منتخب نيجيريا جون واشتيكون عن إعجابهم بالسلام والاستقرار الذي لمساه في إريتريا والاستضافة الباسمة وحب سباق الدراجات السائد في البلاد. وأوضح أن إريتريا تستطيع أن تلعب دورا رائدا في الجهود والمساعي الجارية
لربط القارة الأفريقية عامة والمنطقة خاصة بالتنمية والصداقة والرياضة. من جانبه عبر عضو اتحاد سباق الدراجات الهوائية في إثيوبيا السيد زودا فانتو عن إعجابه بتنظيم الراقة للسباق والتشجيع العالي بروح رياضية للجميع، مشيرا بأن هذا الأسبوع كان أسبوعا مميزا وترك بصمته على الجميع. أفاد مراسل وكالة الأنباء الإثيوبية بمديرية تسانية عن حصاد مزارع أسر الشهداء التي زرعت هذا العام بشكل جماعي عبر نفير متكامل شارك فيه الشعب وإدارة مديرية تسانية. وأوضح رئيس لجنة زراعة أسر الشهداء السيد إيوب برهان في مراسم تقسيم الإنتاج إلى حصاد 100 هكتار ل100 من القائمين على رعاية أسر الشهداء في برامج جادة للمحصول من زراعته وحتى بلوغه مرحلة الحصاد، حيث تم كل هذا العمل الناجح بالنفير الشعبي، إلا أن توقف الأمطار قبل انتهاء الخريف أدى إلى حصاد 280 كنتال فقط. وأشار إلى أن تقسيم إسهامات المشاركين في أنشطة النفير بصورة محددة، مناشدا كافة المستفيدين من البرنامج إلى المساهمة بنفس القدر في المستقبل. وشكر أسر الشهداء القائمين على أنشطة النفير والتعاون الوفي من قبل الشعب والإدارة، مؤكدين تعزيز مشاركتهم الفعالة مستقبلا لحصاد إنتاج وفير. نوه مسؤول مكتب التعليم في مديرية الدقيق الأستاذ عمر الدين محمد بأن نسبة محو الأمية التي بلغت في العام الماضي حوالي 60% تسير بشكل جيد، حيث بلغت هذا العام 83%، أي بزيادة قدرها 23% بفضل الجهود الجارية. وأشار الأستاذ عمر الدين في الاجتماع الذي عقد في 21 من نوفمبر الجاري إلى أن عدم استقرار رعاة الرحل أعاق كثيرا برنامج هذا العام، وهو من الأسباب الرئيسية لمقاطعة التعليم، موضحا مواصلة الجهود لإزالة هذه التحديات والعمل على إنجاز البرنامج بالكامل. من جهته قال مسؤول تعليم الكبار في المديرية الأستاذ خيري رمضان أنه توجد في العام الحالي 18 نقاط تعليم في الكبار في 9 ضواحي ومكتبتين أهليتين في مناطق أوهاني وتخند على مستوى المديرية، مفيدا بأن بعض المواطنين الذين بدأوا الدراسة عن طريق برنامج تعليم الكبار. وذكر مدير مديرية الدقيق السيد هبتاي تسفازكي إلى مشاركة كافة المواطنين لمحو الأمية، مؤكدا بأن إدارته ستعمل كل ما في بوسعها لإنجاح البرنامج. وناشد المشاركون في الآراء المقدمة بما أن برنامج تعليم الكبار يجري في كافة إدارة الضواحي، إلا أنه يجب أن يعمل من أجل تحقيق إنجازات كبرى وتنظيم حملات توعوية. فاصل قصير مسمى وفيكم بالأنباء العالمية فلا تذهبوا بعيدا. قال مسؤولون أفغان أن ما لا يقل عن 22 شرطيا قتلوا في كمين نصبته حركة طالبان في إقليم فراه بغرب أفغانستان، مما يزيد عدد القتلى في صفوف قوات الأمن التي تقاتل تمردا يزداد جرأة. ونصب مقاتلو طالبان كمينا لغافلة لقوات الأمن في منطقة لاش جوين في فراه، وهو إقليم نائٍ منخفض الكثافة السكانية على الحدود مع إيران، حيث تسيطر طالبان على أجزاء كبيرة من المناطق الريفية. وقال المتحدث باسم طالبان قاري يوسف أحمدي أن الهجوم أسفر عن مقتل 25 شرطيا بينهم قادة كبار وتدمير 4 عربات. وأضاف أنه تم الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة، وتتزايد الخسائر رغم تكثيف الجهود الدبلوماسية الأمريكية لبدء محادثات السلام مع طالبان، مع تعيين واشنطن للسفير الأمريكي السابق في كابول زلماي خليل زاد مبعوثا خاصا للسلام. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقعات بأن تغير المناخ سيكون له ضرر خطير على اقتصاد بلاده، وهي النتائج التي توصل إليها التقرير نشرته حكومته الأسبوع الماضي. ويقول التقرير الذي أجرى بناء على تكليف من الكونغرس أن تغير المناخ سيكلف الاقتصاد الأمريكي مئات المليارات بحلول نهاية هذا القرن، لكن ترامب قال أنه لا يعتقد أن التأثيرات الاقتصادية ستكون مدمرة. وبحسب مصادر صحفية قال ترامب أنه لا يصدق التقرير، وأضاف بأن الولايات المتحدة لا يجب عليها اتخاذ إجراءات لتقليل انبعاثات الكربون إذا لم تقم دول أخرى بنفس الإجراءات.
ومنذ توليه الرئاسة عام 2016 سحبت ترامب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، ومزق مجموعة كبيرة من قوانين حماية البيئة، معتبرا أنها تضر الاقتصاد الأمريكي الذي يحتاج إلى الدعم بحسب تصريحاته. قال التلفزيون الإيراني أن الرئيس حسن روحاني أمر ببذل كل جهد ممكن لمساعدة ضحايا الزلزال بقوة 6.3 درجة وقع على الحدود القريبة لإيران مع العراق، مما أدى إلى إصابة أكثر من 700 شخص، معظمهم إصاباتهم بسيطة. وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية محمود محمدي للتلفزيون أنه لم يسقط أي قتلى حتى الآن. وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن زلزالين آخرين بلغت قوتهما 5.2 و 4.6 درجة هزا سربيل ذهب بعد الزلزال الذي وقع وعقبه 161 هزة، وأجبرت المخاوف من توابع الزلزال العديد من الناس على قضاء الليل في الشوارع في طقس بارد. وسبب الزلزال انهيارات أرضية في بعض المناطق، لكن السلطات قالت أن فرق الإنقاذ يمكنها الوصول إلى جميع البلدات والقرى. قالت السلطات أن ما يصل إلى 145 حوتا طيارا نفقت على جزيرة ستيورات النائية الواقعة على بعد 30 كيلومتر جنوب ساوث آيلاند في نيوزيلندا مطلع هذا الأسبوع. وكان نصف الحيتان ميتا بالفعل عندما عثر عليهم العاملون بإدارة حماية البيئة الذين تلقوا بلاغا من حملة تخييم في المنطقة. وقال رين ليبس مدير العمليات في إدارة الحفاظ على البيئة في نيوزيلندا أن قرارا اتخذ بالقضاء على باقي الحيتان نظرا للحالة السيئة التي كانت تعاني منها والمكان البعيد. وقال المسؤول أن احتمالية نجاح القدرة على إعادة الحيتان الباقية للمياه مجددا كانت ضعيفة جدا، وأن اتخاذ قرار مثل هذا يعتبر مفجعا. وصلنا إلى نقطة الختام. دمتم في أمان الله وحفظه.